زمرداتي الجميلات، هلياتي وحباباتي، السلام عليكم جميعا. كي دايرين؟ لبس عليكم، اش اخباركم؟ اموركم طيبه؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. حكايتي بدات مع اختكم الشعيبيه. اليوم جيتكم بواحد القصه ديال واحد المتتبعه اللي بغات تحكي القصه ديال اختها. القصه اللي ما لقاتش ليها تفسير نهائيا. الصراحه انا سمعت القصه، قصه مختلفه على القصص اللي كنعرفوا، مرعبه غامضه. المهم ما نزيدش نطول عليكم وندخلوا مباشره في القصه. السلام عليكم. جيت نعاود لكم القصه ديال اختي اللي ما لقينا ليها حتى شي تفسير. اختي اللي كان في العمر ديالها 36 سنه، عطاها ربي من الجمال ما كتمناه كل بنت. آية في الجمال، كل شي كان كيبقى يشوف فيها ويقول سبحان الله. كانت هي الزوينه فينا، تقول ماشي اختنا. زيادة على الجمال كانت خلوقة جدا وكتقرا مزيان، ديما كانت كتجي من الأوائل. الجيران كانوا كيقولوا لماما ديما ردي البال ديك الوريضه اللي عندك. فعلا ماما كانت ديما غاديه جايه معاها المدرسه. هي مسكينه كانت داخله سوق راسها، ماشي من النوع ديال دوك البنات اللي فريفرات. كانت من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه. ايوا دازت الايام، وصلت السن ديال 16 سنه، واللي شافها كيقول عندها 30 سنه. كانت تبارك الله فاخره، والبنيه ديالها فايته السن ديالها. واحد النهار جات من المدرسه، دخلت الدار، واحد شويه جالسين وشي حد بدا كيدق الباب. مشى بابا يحل الباب، لقاه واحد الراجل مع واحد المراه كبارين هكا في السن، ماشي زعما صغار. قالوا ليه السلام عليكم، طالبين ضيف الله. قال لهم مرحبا بضيف الله. دخلهم جلسوا، جات ماما جلسات. قالوا لهم شوفوا بلا ما نطولوا عليكم، احنا مش حال هادي، وحنا كنتبعوا بنتكم وعجباتنا الصراحه تبارك الله، وشفناها من مدرسه للدار ومن الدار مدرسه، وسولنا عليكم قالوا لنا ناس الله يعمرها دار، وبغينا نتناسبوا معكم الا قبلتوا بينا. حنا ناس عطانا الله من خيره بزاف، وما خصنا حتى شي خير، والشروط اللي درتوها حسبوها مدوبله. اللي كتمناو وتسناو يجيكم مدوبل. حتى نتوما الا عندكم شي حاجه كتمناوها، مرحبا على الراس والعين. حنا ناس معروفين في المدينه، وهذا الاسم ديالنا، سيروا حتى تسولوا علينا وخذوا راحتكم. حنا عارفين زربنا عليكم، داكشي علاش غادي نخليو لكم الوقت تشاوروا مع بعضياتكم، ومن هنا 10 ايام ان شاء الله غادي نرجعوا عندكم. قال لهم الوالد جلسوا نشربوا اتاي، قالوا ليه والو، ان شاء الله من 10 ايام نجيو نشربوه. ايوا مشى معاهم بابا حتى الباب، خرجوا في حالهم. بابا بحال شي واحد اللي صرفقتيه والترفع، قال ماما هذه همزه جابها لينا الله، نحيدوا من هذا الفقر اللي عايشين فيه. قالت لي ماما واش من نيتك؟ البنت مازال صغيره وباقا كتقرا، وما عرفنا حتى العريس كيفاش داير. قال لي ودوك الناس راه معروفين، الله يودي شكون اللي ما كيعرفهمش. واش عرفتي شنو جانا ولا ما عرفتيش؟ صافي غادي نعيشوا حتى حنا كيف الناس. شوفي الناس كيفاش شارين البنت وشارينا حتى حنا، وياكي تقولي لا؟ قالت لي لا والف لا، اكيد غادي نقول لا. قال لك شتي انا غير جاي ناخذ الراي ديالك، انا مول الراي والشوار. وضربها لها بواحد السلخه فاعله تاركه. ايوا اختي مسكينه ملي سمعت الخبر وهي كتبكي ما بغاتش. الطميميع ديال با الله يسمح ليه شركه هي وماما. ايوا ما خلى من جا هضر معاه والو، مصمم على هاد الزواجه. ايوا دازت هذيك العشر ايام، وجدنا اللي قسم الله. با ما خلى ما جاب للدار. فعلا الناس عيطوا ليه وقالوا لي حنا جايين. وصلوا الناس، جاو راكبين في واحد الطوموبيل، يا سلام داكشي ديال الافلام. بعدا غير المراه كيفاش دايره بالذهوبات. ايوا جاو بوحدهم، نفس الراجل ونفس المراه، ما خلاو الصراحه ما جابوا معاهم. ايوا جلسوا بداو كيهضروا، المراه غير ساكته، غير الراجل اللي كيهضر. قال ليه بابا ايوا فين العريس؟ واش ولدكم ولا شنو كيجيكم؟ حيت ديك المره ما قلتوا لينا والو. ويقول لي الراجل انا هو العريس. بابا ساكت. قال لي وماك سكتي؟ ما عجبكش الحال ولا؟ انا راه واخا كبير، القلب راه مازال صغير، واش بغات دير بولاد اليوم يشبعها هضره وعصا. انا غادي نكون ليها بحال العصا السحريه، قبل ما تنطق بالحاجه تلقاها قدامها. الصراحه با صافي بقى ساكت تصدم. الراجل راه تكون عنده ديك 70 عام بحال هكاك. قال لي با وانت الحاج اكيد عندك وليدات؟ قال لي عندي، كلهم مزوجين، كل واحد عايش حياته، حتى انا بغيت نعيش حياتي. قال لي هم ولات الدار كاينه؟ قال لي هي هذه اللي كتشوف فيها. ماما عينيها خرجوا وهي تهضر المراه. قالت ماما هاد الشي عادي؟ لا الشرع عطاه 4، والله ما قدامي ولا ورايا، وما تخافيش لالا على بنتك، غادي نديرها بنتي ماشي ضرتي. ايوا صافي ماما وبابا بقاو غير ساكتين.
غير الراجل والمراه هما اللي كيهضروا، ولصقوا واحد اللصقه ما نعاودش لكم. صافي قالوا لنا المهم ها الرقم عندكم، تشاوروا مع بعضياتكم وردوا علينا ومشاو. ايوا با داخ، ماما بدات كتبكي، قالت لي عندك تلوح بنتك هاد اللوحه، ها ويلي شمن عيشه هادي، الراجل شوف قداش، مراتو شو كي دايره باينه ناويه على خزيت، قالت لي والله تيقتلوها. ايوا با بقى غير ساكت وكيفكر متردد. هذيك الليله والديا ما نعسوش. ايوا الغد ليه فقنا فطرنا، كل واحد مشى يقضي غرضاتو. اختي مشات للمدرسه، واحد نص ساعه ويترجع كتجري للدار وخايفه وكتبكي. قالت ماما شوفي هذاك العقروش راه فيما ندور لقاه بالطوموبيل شوهني في الزنقه. صافي اختي وماما تخلعوا، قالت لها عرفتي شنو غديري هاد الايام بلا ما تمشي تنشوفوا باك شنو غادي يقول. ايوا الناس كل شويه معيطين على با. امضرا ما رديتوش علينا اشنو قلتو؟ با الصراحه تخلع منهم، الناس باين عندهم نفوذ واصلين كيهضروها بالفلوس. ايوا با باغي وما باغي. ناضت ماما مشات عند جدتي اللي هي مامات بابا وقالت ليها كل شيء، وقالت لها ها العرم ميمتي الا ما هضري مع ولدك هضري معاه لي يمشي لوح بنتو هاد اللوحه الخايبه. با كان كيخاف من جداتي وما كيقدرش يخسر ليها. فعلا مشات جداتي هضرات معاه وقالت لي وياك ديرها راه غادي تندم. ايوا الناس كل شويه كيعيطوا يعيطوا يعيطوا لدرجه ان المراه ولات كتجي عند ماما للدار وتقول لها شوفي عندك تفلتي هاد الفرصه، الحاج الله يعمر ليه الدار وغادي يتهلا في بنتك، وانا اكيد راه ما باغاش هاد الشيء، ولكن ما عندي ما ندير هاد الشيء اللي كتب عليا. المهم لصقونا لصقه ديال الغدايد. صافي بابا قال ماما قال لها شوفي غنقول لهم لا. ماما واختي طاروا بالفرحه، الصراحه كلنا فرحنا. ايوا عيط على هذاك الحاج، قال لي الحاج البنت مازال صغيره وبغات تكمل قرايتها. مازال با كيهدر هو يبدا كيغوت، قال لي لا سيدي انا نخليها تكمل قرايتها الا بغات، هذا ماشي عذر. وبدا كيغوت، قال لي با سيدي صافي ما عندنا بنات للزواج، هو يقطع عليه. ايوا صافي الغد لي ويجي المرا عند ماما، عيات في ماما، قالت لها ماما لا لا انا اصلا راه ما كنتش باغا من الاول، البنت مازال صغيره والراجل كبير بزاف عليها ومزوج مالها على حالتها. ايوا قالت لها المراه على خاطركم، وهي تمشي في حالها وتما تسد هذاك الموضوع. رجعت اختي للمدرسه وبقات مره كتشوف هذاك الراجل تابعها، غير في الاول صافي من بعد ما بقاتش كتشوفه. ايوا دازت الايام، اختي بدات كتبدل، ولات غير ناعسه، ما كتبغيش تاكل ولا تجلس معنا كاع، النهار كامل وهي في الطواليت حاشاكم، ديما ساده عليها في الطواليت حتى كنبداو ندقوا عليها عاد كتخرج، وغير كتخوى الطواليت كتعاود تمشي تجري تدخل ليها. تخيلوا بعض المرات كان كينوض با ولا ماما يصليو الفجر كيلقاوها باقا في الطواليت، كيدقوا عليها كتخرج ساكته وعينيها باكين، كتبقى عليها ماما مالك مالك مالك، ما كتقول لها حتى شي حاجه، كتقول لها والو. المهم البنت ما بقاتش هي هذيك، ما بقاتش باغا حتى تمشي للمدرسه، غير ناعسه وكتبكي تبكي تبكي. عيات فيها ماما والو، ما عرفناش مالها. واحد النهار بقيت جالسه معاها كنهضر معاها، بغيتها غير تقول لي شي حاجه، تخوي عليا قلبها. انا اختي كنشوفها ماشي هي هذيك، انا وياها كنا يعني قراب لبعضياتنا بزاف، ما كناش كنخزنوا شي حاجه على بعضياتنا. ايوا بقيت على وهي تقول لي انا بغيت هذاك الحاج وانتم حرمتوني منه. عرفتو انا تصدمت وهي كتقولها وكترعد، كتحرك راسها بواحد الطريقه في شكل ويدها بحال كيبغيو يتعوجوا، ما عرفتش. المهم واحد المنظر غريب. شويه وهي تبدا كتغوت بالجد 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 بالجد، وكتنتف راسها وتضرب راسها مع الحيط. انا تخلعت وانا نخرج من البيت، سطحت مع ماما في الباب. دخلت ماما شدتها هي وبابا، بقاو كيسكتوا فيها، ما عرفوش مالها. جات عندي ماما قالت لي ماما شنو كاين، شنو قالت لك، واش قلتي لها شي حاجه؟ قلت لها ها شنو طرا وها شنو قالت لي. ماما وهي تدروجها قالت لبابا البنت دارت ليها شي حاجه، انا كنت شاكه ولكن دابا تاكدت. اختي الحبيبه ما بقاتش كتمشي حتى للمدرسه، ما بقاتش بغات تقرا، صافي ولات جالسه غير في الدار، ما بقاتش كتفوت الباب ديال الدار نهائيا. تخيلوا الا وصلت حدا الباب كطيح، ما يمكنش تفوت الباب، العتبه ديال الباب ما تفوتهاش. بعض المرات كنمشيو نخرجوا وكنتعطلوا بزاف، كنجيو كنلقاوها في نفس البلاصه اللي كانت جالسه فيها، غير كنقولوا لها يلا نخرجوا نبدلوا الجو كتبدا تبكي وتغوت.
صافي داكشي كتر بزاف. درنا قران ما خلينا ما درنا. واحد النهار وهي تجي جداتي هذيك مامات بابا، وجابت واحد الراقي غير دخل مع الباب وهي تبدا كتغوت، بدا كيقرا قران، بدات كطيح وكتبكي وكدير شي حركات كيخلعوا. المهم البنات المنظر كيخلع بزاف، واخا نوصف لكم داكشي غريب. فاش كمل عطاها الماء ديال الرقيه وعطاها شي حوايج بحال هكا تقراهم، وقال بابا البنت عندها سحر وعندها السحر الاسود، خاصها بزاف ديال الوقت وخاصها بزاف ديال الحصص. غادي نديروا اللي علينا والباقي على الله، وحتى نتوما بالدور ديالكم خليوها تقرا القران والصلاه، ثم الصلاه ما تفرطش فيها، والاذكار. ايوا الايام كدوز، اختي كتعاني وحنا كنعانيو معاها، ديما الغوات والبكا، ديما كطيح. ماما مبقاش كتقدر تخرج نهائيا وتخليها، ولات معاها ديما في الدار، ولات بحال شي دريه صغيره. ماما اللي كتبدل ليها توكلها، كتوقف على دير داكشي ديالها. الصراحه تأزمنا كلنا، ولا الحزن عندنا في الدار من نهار اللي دخلوا علينا دوك المناحيس وحنا اللور. واحد النهار ويصوني التليفون، جاوبات اختي لقاتها واحد المراه، قالت لها كاينه ماماك؟ قالت لها اه، وهي تعطي التليفون لماما، قالت لها السلام لاله كي دايره لاباس عليك؟ قالت لها ماما الحمد لله، شكون اللي معايا؟ قالت لها واش مازال ما هداكمش الله تعطيونا البنت؟ فكروا مزيان، اللهم تعطيوها لينا ولا عمرها ما غتكون لشي حد. وهي تقول لها ماما هي قولي لي انت هي ولات الفعله. صافي مو يبداو كيتغاوتوا في التليفون وهي تقطع عليها ماما بدات مسكينه كتبكي، كتشوف بنتها كتضيع قدام عينيها. صافي هنا عرفات شكون مول دقتها، وهي تحزم ليها. بدات يوميا الرقيه في الدار وسوره البقره، وكتوقف على اختي باش تقراها يوميا، كتنوضها تصلي في كل وقت. المهم صافي ماما كتقول لك هذا تحدي خاصني نربحه، ما نخليش بنتي كتضيع. اختي شويه شويه بدات كتحسن، حتى من الحصص ديال داك الراقي الله يجازيه بالخير ما حبسناهمش، غير الخروج اللي بقى عندها فيه المشكل، ما كتقدرش تخرج. هادشي اللي كنقول لكم راه ماشي في شهر ولا عام، هادشي راه تقريبا شي 4 سنين وحنايا كنعانيو. ايوا دازت السنين كلشي كبر وتزواج وخدام، الا ديك اختي مسكينه لا قرايه لا زواج لا حتى شي حاجه والو، غير الدار كتخرج مره مع ماما. ولات هي وماما ما كيتفارقوش، حالتها الحمد لله تحسنات بزاف، ولكن حياتها واقفه ما كاينش فيها تغيير. يعني ما كاين لا زواج لا خدمه لا حتى شي حاجه، هي ولات ملتزمه، الصلاه في الوقت والاذكار، ولات تبارك الله متشبعه بالدين. اختي الحبيبه وصلت 36 عام، 36 عام مسكينه وهي على نفس الحال، والو عمر شي حد ما دق بابها. حتى لواحد النهار كان جات واحد السيده كتجينا شي حاجه بعيده، شي واحد حتى هو كيجيها بعيد، كان كيمشي على برا وكان مزوج وحده اجنبيه وماتت وخلات ليه الوليدات. قال هذيك السيده قال لها بغيت شي وحده تكون هكا بعقلها ماشي صغيره، وهي تقترح عليه اختي. المهم جات السيده عند ماما، هضرات معاها، قالت لها شوفي راه السيده شنو كاين شنو كاين شنو كاين. قالت لها انا مباركه، خليني نهضر مع البنت ونرد عليك. فعلا ماما مشات هضرات مع اختي. تخيلوا مسكينه ملي سمعت الخبر خافت وبدات كتبكي تاني وبدات كترعد. بقات ماما كتهضر معاها وحساتها بالامان، بقات كتقنع فيها. قالت لها شوفي حتى حاجه ما غادي تطرى باذن الله، وانت الحمد لله كتعرفي بينك وبين الله، توكلي على الله، السيد راه الله يعمر ليه الدار. المهم بقات كتقنع فيها حتى وافقات. جا السيد هو وعائلته شافوا اختي عجباتهم، وحتى اختي عجبها السيد ارتاحت ليه. المهم اتفقوا على كل شيء، والصراحه كانوا بزاف ديال العكوسات. المهم اختي مره كتضحك مره تبكي، وحنا معاها دايرين بها خايفين طرا شي حاجه. بقينا حتى جا النهار ديال العرس، ما نكذبش عليكم داز كله صداع ومشاكل، واختي عاطيها على البكا، في ما الدور تبكي ومعصبه، المكياج ديالها عاوداتو شي 3 المرات. المهم حنا كنا واقفين على كل شيء، واي مشكل كيبان كنغطيو عليه ونحلو دغيا قبل ما يتفاقم. حتى داز داك العرس، ما داز داك العرس حتى غفر لينا الله الذنوب. مشات هي عند راجلها، رجعنا حنا للدار، كل شيء مريض، كل شيء البنات مريض، حيت راه كنا جسديا ونفسيا كل شيء فينا لداخل خدام. المهم مشينا نديو ليها الفطور الصباح، دوزنا داك الفطور
وكل شيء متوتر وصداع صداع صداع. داكشي غريب. ايوا اختي قالت لنا والو، بغيت نعس فيا النعاس، باقي فيا العيا ديال العرس. خليناها مشات نعس، مشينا حنا كنجمعوا في الدار ديك الروينه وداك الشيء، حنا دايرين ليها كلمه القليل. احنا عارفين هي مريضه ماشي على طبيعتها، مخلينها على راحتها. المهم جمعنا ديك الروينه كامله، كملنا، تسالمنا معاها، رجعنا في حالنا. ايوا داز السيمانه بحال هكاك وهي تعيط لينا، قالت لنا راه غنجي عندكم. نضنا حنايا درنا لها واحد العراضه ما نعاودش لكم كي دايره، وجدنا كلشي كبرنا بها هي وراجلها. المهم تجمعنا في دار الوالدين، كلشي كان مجموع، خوتي كاملين خواتاتي كاملين، تغدينا. وهي تقول لنا تاني بغيت الناس، راه فيا الناس. صافي دخلت البيت الناس، راجلها قال لنا غنمشي نقضي واحد الغرض ورجع. هي صافي نعسات واحد شويه، عاد ناضت كتغوت يا البنات، وكتقول حرقتني الكلبه، حرقتني في رجلي، حرقتني، وكتغوت على حر جهدها. كنقول لها شكون هادي اللي حرقاتك، شكون؟ كتقول لنا حرقتني، وكتبكي وكتغوت. واحد شويه جا راجلها دخل. المهم بقينا كنهدنوا فيها وداك الشيء، وشاده رجليها وكتغوت. قلنا لراجلها عرفتي شنو غادي دير، خليها تبات معنا هاد الليله. دابا وصل الليل، جلسوا باتوا معنا حتى الصباح، وديك الساعه سيروا. فعلا داك الشيء اللي كان. هذيك الليله اللي كانت واحد الليله اللي غريبه جدا البنات. كل واحد شاد بلاصتو ناعسين في الليل، حتى كنسمعوا واحد الصوت غريب، بحال التفرفير. داكشي كبير. عرفتي فقنا اشنو غادي نلقاو؟ لقينا خفاش البنات، خفاش. قسما بالله الى اول مره بعدا انا غادي نشوف خفاش هكا قدامي. ويلي هذا منين دخل؟ المهم بقينا مضاربين معاه حتى خرجناه، ما بغاش يخرج. عرفتو كان نخرجوه بحال هكا لجهه الباب ولا جهه الشاجم، كيوصل وكيرجع لنفس البلاصه وكيوقف فيها. ايوا صافي بقينا مضاربين معاه. المهم حتى خرجناه وداك الشيء ورجعنا نعسنا. يلا داز شي تقريبا شي ساعه بحال هكاك، شويه تاني حتى كنسمعوا التفرفير. عرفتي راه واحد الصوت عنده في شكال. بدنا تاني كنتجراو، حنا لقاو تاني خفاش، وماشي نفس الخفاش، خفاش اخر كان كبر من هذاك الاول اللي دخل، وراه كيدوز من فوق ريوسنا. عرفتي راه واحد ما عرفتش، داكشي غريب. فقنا تاني بدينا مضاربين معاه، بغينا نخرجوه. دابا هما فاش كيدخلوا على الاول ولا الثاني كيوقفوا في نفس البلاصه، واخا كنضربوه داكشي كيرجع لنفس البلاصه. هذيك البلاصه فين ناس اختي، دابا هي ناعسه فوق منا هو كيوقف، وهي ناعسه ما جايبه الدنيا خبار. بدينا تاني مضاربين معاه، خرج يا ما تخرج، نضربوه من هنا كيرجع لنفس البلاصه. المهم هي ما كتفيق حتى كيخرج. خرج الخفاش عاد فاقت. مالكم فايقين قلنا لا ويلي، واش هاد القريقه كامله نايضه وانت ما جايبه الدنيا خبار؟ راه شطره قالت انا ما حسيت بتا شي حاجه وما سمعت والو. صافي وحنا نبقاو فايقين. عرفتي طار علينا الناس، ما نكذبش عليكم. فقنا فطرنا، داز النهار عادي. اختي كانت مازال ماشي هي هذيك، ولكن الحمد لله وصلت العشيه. قال لها راجل عرفتي شنو ديري، يلا نخرجوا انا وياك نمشيو للبحر ولا ندورو ونجيو. فعلا داكشي اللي كان. مشاو خرجها، والحمد لله رجعت حالتها زوينه، حاجه احسن ونفسيتها احسن. المهم حنا فيما كنشوفوها كتضحك راه حنا كنفرحوا كنطيروا بالفرحه. وصل الليل تاني البنات نفس الشيء. دخل تاني واحد، عرفتي راه شنو نقول لكم، واحد الصوت عنده ماشي كيدخل وكيمشي نيشان يوقف، كيبقى يفرفر حتى كيشوفنا عاد كيمشي لنفس البلاصه وكيوقف. المهم فقنا تاني كنقولوا واه هذا الشيء ملي كيدخل. نضنا سدينا كل شيء حيت كان الحال سخون، كنبقاو مخلين الشراجم محلولين. والمشكله انه كيمشي فين كاينه اختي وكيوقف فوق منا. المهم بقينا مضاربين معاه حتى خرجناه تاني. كي خرجناه رجعنا سدينا كل شيء ورجعنا نعسنا. شويه تاني كنسمعوا نفس الصوت البنات. ويلي هادشي منين كيدخل؟ دابا حنا سادين الشراجم منين كيدخل؟ عرفتي حنا ميتين بالرعب. الحمد لله راجل اختي كان واحد الانسان اللي متدين بزاف وثقيل تبارك الله، كتر من اختي، هو اللي كان كيبقى يهدن فينا. اما حنا راه ولينا كنتشاطحوا بالخلعه. ملي بقينا كنقلبوا ملي كيدخل لقيناه كيجي من السطح، الباب ديال السطح كان محلول،
وهبط وداز على البارتما الاولى وداز على البارتما الثانيه، عاد جا عندنا حيت حنا كنا جالسين في السفلي مع الحال سخون. راه ما يمكنش البنات، راه داكشي غريب غريب، واخا نبقى نعاود لكم غريب. والخفاش اللي كنجريو عليه ماشي هو اللي كيرجع، لا، احجام مختلفه، كل مره كيدخل واحد في شكل. وفين كانت اختي تما كيوقف. تعمدنا نبدلوا ليها البلاصه، وراه ما يمكنش البنات، راه فين كانت ناعسه فين كيوقف. صافي هزها راجلها الغد ليه داها لدارها. في الليل ما جا لا خفاش لا حتى شي حاجه، وما بقيناش كنشوفو، كنحلو الشراجم والو ما كيجي والو. وفاش كترجع لعندنا كيعاود يرجع نفس الشيء، كيوقف بحال هكا. الا خلينا الشراجم محلولين كيدخل وكيوقف في نفس البلاصه. المهم فهمنا ان هذا الشيء ماشي طبيعي وعنده علاقه بختي. الناس كل واحد شنو كيقول لينا، وحنا حرنا ودخلنا. ما نكذبش عليكم، اللي ما كيصليش ولا كيصلي، والرقيه والاذكار ما كيخطاوناش، وداك الشيء اللي كيوقع ما لقيناش ليه تفسير نهائيا. هذه هي قصه ديال اختي. كنتمنى انكم تفيدوني باللي قدرتوا عليه، اللي قدرتوا عليه، حيتاش داخت بينا بصح. والله واختي حبيبتي كتبقى فيا بزاف، ما بغيتهاش طرا لها شي حاجه. الحمد لله على كل حال. زمرداتي الجميلات، ايوا كنتمنى تكونوا سمعتوا القصه كامله ولقيتوا لها شي تفسير، حيت انا فاش وصلتني ما فهمت والو البنات، ما فهمتش. كنتمنى انكم ما تبخلوش على صاحبه القصه حتى هي بالنصائح ديالكم في التعاليق اللي غيفيدوها بزاف. وما تبخلوش على اختكم الشعيبيه باللايكات والاشتراك اللي ما مشتركش. هلياتي وحباباتي، الشعيبيه كتقول لكم تهلاو ليا في راسكم وفي امان الله.